السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ زمان الخير. رح نعمل مع بعض اليوم السمك المشوي بالفرن. عندي أنا سمكة كبيرة. بالأول بدي تبل السمكة واتركها شي 5-6 ساعات لتتشرب البهارات والتتبيلة. بعدها رح أرجيكم كيف بدي أعمل لها الصوص تبع الشوي. لتتبيلة السمك بيلزمني زيت زيتون، ملح، فلفل، كزبرة يابسة، وكمون، عصير ليمون، بشرة قشرة الليمون، يعني بشرة قشرة الليمون تقضي على الزنخة تماما. بالبداية بدي جهز تتبيلة السمك. أنا بدي تبل السمك اتركه كم ساعة يعني ياخد تتبيلته. بدي احط زيت الزيتون، نكتر شوية زيت زيتون. بعدها رح اضيف الليمون. هلا بدي احط البهارات والملح اللي عندي والكمون. اخر مكون بشر الليمون. اخلط المكونات مع بعضها. طبعا عندي انا 2-3 توم مهروس، كنت نسياني احطهم مع المكونات. تمام اني تذكرتهم. ضفنا يعني توم مهروس مع تتبيلة السمك. توم كتير مهم، توم وليمون والكمون والكزبرة الناشفة، يعني ريحتهم كتير حلوة وتتبيلة ممتازة ورائعة للسمك. هلا خلطتهم مع بعضهم. انا بدي حطيت السمك بصينية فرن احسن ما بتتبل بهيك الصينية. هلا بدي اضيفهم عليها هيك. لازم هي التتبيلة كل السمك ياخد. انا شوفوا كيف عملتها بالسكين، هيك عملت فيها شقوق بالسكين حتى تتشرب التتبيلة كتير منيح. تدعكوها من قلبها. شايفين هي التتبيلة لازم السمك كله من تحت ومن فوق ومن قلبه يتشرب هي التتبيلة هيك. شايفين كيف عملت فيها انا هيك بالسكين، عملت لها شقوق حتى السمك كله ياخد التتبيلة. هلا بدي اتركها كم ساعة تاخد تتبيلة وجهز الصوص تبع السمك. لصوص السمك بيلزمني انا رح اعمل المكونات كلها بمحضرة الطعام: بندورة، بقدونس، ثوم، فلفلة، بصل وليمون، وزيت الزيتون طبعا، وملح وفلفل وكمون وكزبرة يابسة. هلا انا بدي احط كل المكونات بمحضرة الطعام ونضربهم مع بعض. بعد ما ضربت كل المكونات بمحضرة الطعام شوفوا كيف صار قوامهم. انا حطيت له نص كاسة مي بس، يعني مشان كانت البندورة ما فيها كتير مي. فهلا بدي اضيف هيك هذا الصوص على السمكة. هلا لازم الصوص كله يتوزع على السمكة كاملة كلها هيك بقلبها. لازم نحط الصوص كمان بقلبها. هلا بدي اغطي الصينية بالقصدير ودخلها على الفرن. رح تاخد معنا تقريبا يعني 3/4 ساعة اذا على حرارة متوسطة. هي شكل السمكة بعد ما طلعتها من الفرن. اكلت معنا 3/4 ساعة مثل ما قلت لكم. قدمت معها سلطة الجرجير والطحينة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يعطيكم العافية.